يا أهلاً وسهلاً بيكم في فيديو جديد من قناتكم لحظة حسم. موضوعنا النهاردة ممكن يكون هو السبب الرئيسي لنجاح أي علاقة، سواء كانت في الشغل أو مع الأصحاب أو حتى في البيت. هنتكلم عن إتقان فن التواصل، إزاي توصل أفكارك بوضوح وتأثير. تخيل معايا كده، عندك فكرة عظيمة أو عندك إحساس مهم عايز توصله لحد بتحبه، لكن الكلام مش بيطلع زي ما أنت عايزه. يا إما اللي قدامك بيفهمك غلط، يا إما كلامك ما بيوصلش خالص. المشكلة هنا مش في الفكرة، المشكلة في طريقة التواصل. كتير مننا بيفتكر إن التواصل هو مجرد كلام، لكن الحقيقة إن التواصل الفعال هو مهارة زي أي مهارة تانية، محتاجة نتعلمها ونتدرب عليها. التواصل مش بس إنك تتكلم، التواصل هو إنك تخلي اللي قدامك يسمعك ويفهمك ويتفاعل معاك. في الفيديو ده هنكشف مع بعض عن مكونات التواصل الفعال، وهنعرف الفرق بين مجرد الكلام وبين التواصل المؤثر، وهنتعلم 5 خطوات عملية عشان تتقن فن التواصل وتوصل أفكارك بوضوح وتخلق تأثير إيجابي في كل مرة بتتكلم فيها. يلا بينا نبدأ رحلتنا. إيه هو التواصل الفعال؟ الفرق بين الكلام والتواصل: الكلام هو مجرد عملية إخراج كلمات من الفم. ممكن تكون بتتكلم لساعات طويلة، لكن الكلام ده ملوش أي قيمة لو محدش فهمه أو تفاعل معاه. التواصل الفعال هو عملية تبادل المعلومات والأفكار والمشاعر بطريقة واضحة ومفهومة، بحيث يوصل المعنى الكامل للمرسل للمستهبل. التواصل الفعال بيعتمد على 3 مكونات أساسية. العملية دي بتكون فعالة لما المستقبل يفهم الرسالة زي المرسل قصدها بالظبط. ليه إتقان فن التواصل مهمة في حياتنا؟ بناء علاقات قوية. التواصل الجيد هو أساس أي علاقة ناجحة، لأنه بيزود التفاهم والثقة بين الناس. تحقيق أهدافك المهنية والشخصية. قدرتك على توصيل أفكارك بوضوح بتخليك أكتر قدرة على الإقناع، وده بيساعدك في شغلك أو في تحقيق أي هدف. تجنب سوء الفهم والمشاكل. كتير من الخلافات بتيجي بسبب التواصل السيء. التواصل الواضح بيقلل المشاكل وبيحلها بسرعة. زيادة ثقتك بنفسك. لما تكون عارف إنك بتقدر تعبر عن نفسك بوضوح، ثقتك بتزيد. التأثير في الآخرين. التواصل الفعال بيخليك أكتر قدرة على التأثير في اللي حواليك، وده بيساعدك تكون قائد أفضل أو حتى صديق أفضل. 5 خطوات عملية لإتقان فن التواصل. إزاي نكون متواصلين أفضل؟ هقولك على 5 خطوات عملية ومفصلة. فكر قبل ما تتكلم، الوضوح هو الأساس. اهتم بلغة جسدك، المظهر بيقول كل حاجة. اتعلم فن الإنصات، اسمع أكتر ما بتتكلم. اظهر التعاطف، حس بيه. اظهر التعاطف، تأكد إنك وصغت. الخلاصة: التواصل هو مفتاحك السحري. إتقان فن التواصل مش حاجة صعبة، هي مجرد ممارسة واهتمام. لما تهتم بالكلام اللي بتقوله وبطريقة توصيله وباللي بيسمعك، هتشوف الفرق في حياتك كلها. هتكون علاقاتك أقوى ونجاحك أكبر وثقتك بنفسك أعلى. يا رب يكون الفيديو ده مفيد ليكم. لو عندكم أي تجارب أو نصايح عن التواصل، شاركونا في التعليقات تحت. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي.